دي كانت الميجر بوينت. مش فكره اسكندريه على قد ما انا طبعا واخد على اسكندريه، واخد على اصحابي، واخد على عيلتي. انا يعني عيلتي احنا برضو مش عيله متفرقه، يعني عيله بنتجمع كل اسبوع مش عارف ايه، فبشوف عيلتي كلها حتى لو ما بنشوفهمش بالشهر. ليتس سي حصل ظرف ما شفتهمش شهر، اي نو ذير ذير. اسكندريه كلها قد كده. انا في 10 دقايق هكون عند خالتي، في 10 دقايق هكون عند عمي، في 10 دقايق هكون عند جدتي، فاهم؟ موجودين. انا لو احتجت حاجه اكلم حد، فاهم؟ انا هنا كنت اللي هو قشطه، بابايا بين اسكندريه والقاهره، فانا في فترات حتى لو وصلت حاجه انا مش هكلم مين ثانيه، لو باوز ثانيه، لو مخي فين لو. بس الحمد لله الفتره اللي احتجت فيها حد اكشلي كانت الفتره بقى لما بقى عندي اصحاب، فاهم؟ لما يعني الفتره كانش اي حد، ربنا ما خلانيش احتاج ان انا ادور على حد عشان حاجه. بص ربنا بيظبط كل حاجه بصراحه. بس انا قصدي هي كفيز، انت بس كنت فيز كآبه كده، اللي هو ما عنديش حد مش عارف ايه الكلام ده. بس فيزي صعب قوي، والفيز عند الناس بتطول، الفيز عند الناس بتقعد سنين طبعا. فالموضوع and it gets very difficult after a certain point. بس هقول لك على حاجه بقى، حاسس ان واحده من الحاجات اللي انا شايف ان انت ما شاء الله عملتها حلو قوي، هو انك كانت عدت عليك سنه صعبه قوي، بس حاسس ان برضو الطريقه اللي انت طلعت بيها من السنه دي هي انت طلعت الناحيه التانية، انت دخلت حاجه طلعت الناحيه التانية، لا انت بتعمل حاجه كتيره قوي. وحاسس دي ساعات كتيره جدا بتفرق ناس. يعني اوكي من وجهه نظري ان انت تديستراكت نفسك constantly I don't think that's good. So I think some distractions are very healthy. بص انا عشان كده برضو ما خدتش كل حاجه مره واحده. يعني دلوقتي يومي بين بصور كونتنت وبين شغل وبين الجامعه وبين لو هخرج وبين يعني بين كذا حاجه، اكيد يومي مليان. بس انا ما مليتش يومي مره واحده. يعني انا زي ما قلت لك انا كان يومي جامعه بس فتره، بعد كده السوشيال ميديا خرجتني الموضوع ده بان هي حسنت مودي مش بان هي سحلتني بس. فكان لسه عندي وقت لو عايز اكتب كان عندي وقت اكتب. فاهم قصدي؟ لا I still have the time. وانا لما بكتب اصلا كده هقفل تليفوني يعني فاهم، مش هصور فاهم. فقشطه لا هي سحلتني، بس سحلتني in a positive way. I made sure in I got over ده، عشان انا عارف اللي انت تسحل نفسك وانت الحاجه لسه جواك اكتر حاجه مضره ممكن تعملها في حياتك. اللي انت هتبقى جواك ما you didn't move on من حد، you didn't move on من موقف، you didn't move on من حاله، وتسحل نفسك. وبعد سنتين ممكن تطول، لان حصلت لي تسحل نفسك بالسنين او بالشهور، ترجع تكتشف يا لهوي انا كل ده مضغوط. انت ممكن تلاقي نفسك مضغوط على طول مش عارف ليه، بس انا يعني انا مضغوط بسبب انه انت وعقلك ذكي. your mind is very smart. فاللي هو بيعمل ان هو compartmentalize. اللي هو بيجي يقول لك ايه، يجي يقول لك بص انت دلوقتي الموضوع ده فشخك، تعال نحطه في صندوق صغير ونركنه على الجنب، وانت بقى تسهل في حياتك. فتتسهل بس انت برضو بترجع كل يوم بالليل تحس في حاجه انا متقدر مش عارف تاخد نفسك، فاهم قصدي؟ فمخك ذكي قوي. يعني ساعات كتير قوي بنحس ان احنا ما اعرفش، بحس ان احنا we can outsmart it. You can't outsmart it, you just need to deal with it. فاهم قصدي؟ بس then again انا موافق جدا بس بعتقد برضه ان في some distractions that are healthy. I feel like some distractions allow you to look back and reflect. short term I agree. long term distractions terrible. ما عدا لو انت مصاحب don't rebound please don't rebound ما تبقاش الشاب او الشابه دي don't rebound. It's terrible. عمرك ما هتتعلم منها، بتفشخ الشخص اللي قدامك. It's just fucking it's just terrible. It's fucking disgusting. don't rebound. بس غير كده لا، حاسس انت لو اتسحلت في كونتنت، لو اتسحلت في ان انت تتعلم هوبي جديده، لو اتسحلت في تمرين، لو اتسحلت مع ناس جديده as long as they're good for you، انا حاسس ان لا الشورت تيرم السحلات الشورت تيرم دي صح that distract you it gives you new energy, it gives you new perspective. تقدر تبص للدنيا بشكل مختلف خالص. بص طول ما انت صريح مع نفسك عارف انت حاسس ايه، طول ما انت في يومك عندك وقت لنفسك، ايا كان لو انت في مشغول 23 hours من 24، بس في ساعه انت عارف تقعد فيها مع نفسك تفيس اللي انت حاسه وتشوف هتطلع منه ازاي، او تشوف عايز لو انت مبسوط مثلا عايز تفضل كده ازاي. خلاص صعب قوي يا مراد، صعب قوي. بس صدقني طبعا يعني احنا لو ما عملناش كده فعلا. اصل انا I was the complete opposite. انا ما بقولكش ان انا بعمل كده على طول، بس فعلا بنتضرر في الاخر اللي هو انت بتتجاهل كل حاجه وخلاص. وهو اسهل بكتير ان انت ما تقعدش مع نفسك الساعه دي او النص ساعه دي. اسهل بكتير عشان انت الساعه دي هتفكر، ولما تفكر هتبدا تلاقي ان هو this is not good this is not looking good. بالظبط. ساعات انا كنت بقعد مع نفسي نص ساعه دي او الساعه دي عذاب. ابني 3-4 ايام وراها يعني 3-4 ايام وراها ما بعملش حاجه خالص. ال 24 ساعه قاعد مع نفسي لو مش قادر. بس هقول لك بقى على حاجه اللي انا اكتشفته، ان مع الوقت الساعه دي بتعلمك
باترنز بتوريك بتبدا تشوف حاجات مختلفه خالص وبتبدا تستوعب ان اوكي I might not be good here او انا ممكن دي حاجه الشخص ده مثلا طول عمره قريب مني بس هو فشخني دلوقتي فانا محتاج اتعامل مع الشخص ده الساعه والله جداً. انت صح قوي يعني as much as الموضوع بيبقى صعب as much as الموضوع ممكن يبهدلك انت معنويا وساعات بتبقى تقيله قوي ان انت مش قادر تقعد لوحدك واسهل لك بكتير قوي ان انت تعمل ايه تفتح نتفليكس افتح يا عم فريندز يلا نتسهل في فريندز فاهم اطلب حاجه انزل اخرج بتاع يعني فالموضوع جاتس سو توكسيك في ايام لازم نعمل كده يعني انا صح. معاك صح في صح ايام كامله ما نقعدش على نفسنا نتفليكس ونقعد طول اليوم وال 24 ساعه يبقوا نتفليكس حتى ما لا تشتغل وي نيد بريك من everything فيو دو ات بس فاهم لو قعدنا كده طولنا زي ما انت بتقول برضو لا مش هينفع وعامه مع الوقت يعني انت مع الوقت هتفهم نفسك وهتفهم لما الساعه دي هتساعدك ان انت تفهم ايه اللي انت عايز تطلع منه وما تخشوش وايه اللي انت لو شفته داخل عليك كده تعرف اللي هو اخش ادوس ولا لا مش هدوس فمع الوقت خلاص هتبقى فاهم مش هتبقى عايز تهرب من نفسك انيمور خلاص هتبقى عايز تقعد الساعه دي عشان تشوف انت عايز تعمل ايه في حياتك فاهم قصدي هتبقى ده كومبليت اوبوزيت هي بس اول كام شهر او ممكن اول كام سنه يعني لو الشخص فعلا في مشكله او كده بس مع الوقت فعلا يعني نشكر نفسنا على الحته دي يعني انا بصراحه انا يعني اوت اوف اكسبيرينس يعني انا يعني عاده الناس كمان بيمروا الحته دي when they break up تبقى مرحله صعبه في حياتهم عاده برضه الناس بيمروا بالفتره دي لو كنت عندك حد قريب منك خسرته وقدر بقى انتوا بعدتوا عن بعض او قدر حد توفى او وفي اوقات it's just there هي بس بتحصل في اوقات انت just you know what I feel like shit that's okay انا الاسبوع اللي فات مثلا انا بجد انا كنت لسه بحكي لك كنت نازل كونستنت كل يوم 1 to 2 بوستس على انستغرام وفيري اكتيف ويلا ونشتغل ومش عارف ايه وكنت خلص شغل في ميعاده خلص كونتنت في ميعاده خلص مذاكره الجامعه في ميعادها وكل حاجه في ميعادها الاسبوع اللي فات فول ويك انا اوت اوف نو وير مفيش اي حاجه حصلت انا مش كويس حاسس انا ما فيهاش طاقه مفصول مش عارف ايه اتس توتالي فاين يعني حتى انا ما كنت عمري ما طلعت بالسايت ده حتى اتكلمت ومش عارف ايه قلت للناس يا جماعه انا قلت افكركم زي ما انا بقول لكم ان احنا كل يوم فينا طاقه ويلا نشتغل مش عارف ايه فينا برضو عيب كبني ادمين هو مش عيب يعني هو بالظبط اتس اوكي تو تيك ا بريك بالظبط او مش تيك ا بريك اتس اوكي تو نوت فيل اوكي ان انت حتى تطلع تتعامل مع الناس وانت مش لازم تبقى عامل كده ومبسوط وبتضحك وبتدي الناس طاقه لا عادي احنا بني ادمين كلنا بيحصل ده وبيحصل ده واتس توتالي فاين يعني اهدوا على نفسكم لو انتوا حاسين ده ما تضغطوش نفسكم تطلعوا بره لان everything takes time ولو انت ما اديتش زعل وقت زي ما تدي انبساط وقت زي ما تدي كل حاجه وقتها انت اللي هتيجي على نفسك صح و I think ان معظم الناس including انا مثلا انا الحاجات دي اكستريم قوي اللي هو ايه هو انا يا اما ابقى productive فشخ يا اما مش هبقى productive خالص يا اما هبقى كويس قوي يا اما مش هبقى كويس خالص يا اما هبقى متضايق جدا يا اما مش هبقى متضايق فاهم قصدي بس هي الفكره ان انت doing your best every day will always look different doing your best today is ان انت صحيت في ميعادك نزلت جامعتك خلاص انت يا ابني النهارده سيستم خلاص وحياتك كلها متظبطه وخرجت وحفلت وذاكرت وخلصت شغلك خلاص بكره doing your best is انت بيرلي عرفت تخلص الجامعه انا والله amazing بجد اول امبارح لسه بقول كده لنفسي في نص قاعده مع نفسي بقول انا عملت ايه انا خلصت الشغل اللي عليا النهارده تاسكس you did great بس خلاص I did amazing بس خلاص انا تاسكس خلصت في ميعادها او خلصت اخر اليوم بالظبط انت زي الفل بالظبط يعني تمام بس انا حاسس ان احنا if we start thinking about breaking ان احنا نكسر الباترن بتاع لا my best is this دي بتتغير خالص صح. عشان you will انت most probably هتحاول تدي your best every day بالزبط. your best will be different انت your best النهارده is 60 your best tomorrow is 80 your best بعد بكره is 150 yes. you don't need to keep giving 150 عشان this is very unhealthy and you don't need to keep giving 60 because this is also very unhealthy بس احنا بس بنبقى دايسين على نفسنا اللي هو لا انا لازم ادي لا 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 اهدى يا معلم على نفسك انت النهارده مش قادر تعمل اي حاجه غير ان انت تشتغل بيس دون النهارده قادر تشتغل وتذاكر بيس فاهم قصدي طبعا هقول لك على حاجه برضه من الناحيه الثانيه the other side of the coin is في علويه فهي برضه احنا عايزين يعني ايه عايزين برضه نبقى ماسكين الموضوع من النص انت في ايام مش هتكون عندك طاقه تشتغل اصلا بس you have to do it اساس شغل يعني في حاجات عندك بكره فاينل مش مذاكر له لازم ذاكر بالظبط هي بس اللقطه هو ان احنا ازاي نقدر نبالانس بين ان ماشي انا مش بتعوله او انا مش بهرج و اوكي انا I need a break او I don't have the capacity to do this فاهم قصدي